السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم ان شاء الله كما كنعرفوا دابا الحال سخون بزاف. كنقلبوا ناكلوا غير شي حاجه اللي كتبرد ولا العصيرات ولا ان شاء الله اليوم غادي نصاوب الفكوس اللي هو بطريقه سهله والطريقه القديمه باش كانوا والدينا وجدودنا كيصوبوه في هذا الحال السخون. هو نيت دابا في هذا الوقت تيكون في الحال السخون تيوجد. دابا ان شاء الله الا تابعتوني في هذا الفيديو غادي تشوفوا طريقتي في التحضير ديالو بالطريقه القديمه اللي كانوا والدينا وجدودنا كيديروا. الفكوس دابا كما قلت لكم راه موجود في السوق، تيكون اللي كبير على هذا، ولكن من الاحسن كناخذوا هذا هكا ما تكونش فيه ديك الزريعه غليظه. دابا غادي نقيه، هو الاول حاجه غادي نقيه، ولكن ما غاديش نقيه بزاف، غير نقص منه شويه هاد القشره ديالو بحال هكا. هاد الفكوس راه الصراحه كيجي زوين، وإلا درناه ديسير كيبرد علينا العطش، والحاجه اللي كليناها كنهضموها الا كليناه. زعما مفيد بزاف، فيه الالياف. هنا ان شاء الله غادي نحضروا بالطريقه القديمه. صافي هو نقيتو وغسلتو، تنحيد ليه هادو كيتحيدوا. وعندي هنا واحد الحكاكه اللي هي رقيقه. هاد الحكاكه هادي ملي كنحكوه بها احسن ما نديروه فشي آلة كهربائيه ولا كيطلق الماء ديالو في هادي. وكما قلت لكم غادي نصوبوه بالطريقه القديمه كما كانوا جدودنا ووالدينا كيديروا. دابا غادي نبدا نحك، راه ساهل في التحضير. كاينه الغليظه على هادي والمتوسطه، ولكن من الاحسن الا درناه في هادي كيطلق الماء ديالو وكيجينا مطلوق، ما تيجيش ثقيل. هذا ما فيهش الزريعه، ملي تيكون في هذا القياس تكونش فيه الزريعه. ملي كيولي كبير بزاف كيدير ديك الزريعه غليظه، نيت غليظه بزاف. خصنا نجوفوه بالموس عاد نحكوه، لان ما كتفكش، كتبقى فيه هكاك باينه وما لا خصو يجي مطلوق بحال هذا الشيء هكا في الصهد. زوين مفيد وكيبرد العطش. هاد الايامات راه سخن الحال بزاف، ولكن هادي وقتو دابا هادي وقت الصهد. خصنا نحاربوه، كنشربوه في العواصير، كنكثروا من الماء بزاف، يتراسخوا الحال بزاف. البلايص اللي ماشي باردين كيكون فيهم الحال سخون بزاف. هذه اللي كبيره شويه غادي نقسمها على جوج عاد نحكها شي ما تكونش فيه الزريعه. هذا اللي تيكون هكا صافي. هو الفكوس كما شفتوا حكيتو، شوف الماء ديالو تيطلق الماء ديالو بهاد الحكاكه الرقيقه. دابا غادي ندير ليه السكر كيبقى اختياري كل واحد والقياس اللي بغا يدير. كاين اللي يديروا حتى بلا سكر كاع راه كيجي زوين. ندير فيه غير القياس، حتى انا ما غاديش نكثر السكر. ندير فيه واحد 2 معالق كبار ديال السكر هكايا. هذا عندي الخل العادي. كاين اللي يقول كيدير العصير الحامض ولا عصير الليمون، ولكن لا، الخل اللي كنا كنديروا ليه شحال هادي كما قلت لكم الطريقه القديمه هذه. حتى هو غادي ندير قياس واحد 2 معالق اللي هما كبار فيه. راه كيجي معاه الخل رائع. ها هو هنا عندي الزعتر اللي هو مقطر، انا عندي مقطر تنقطرو، ولكن يمكن لينا نديرو حتى الزعتر وراق. راه شحال هادي كان غير الزعتر وراق اللي كنديروه، حيت عندي دابا انا هذا مقطر كنستعملو دابا في هذا الحال السخون. كنديروه حتى في الماء الشريب هذا الزعتر المقطر باش كيحيد لينا العطش وكنهضموه. ها هي معلقه كبيره عامره، المعلقه الثانيه. هو شتي راه كيطلق الماء ديالو بلا ما نزيدو ليه الماء. انا اللي غادي ندير فيه هاد الثلج باش كيبردو شويه. ندير فيه واحد 2
ديال الثلج دابا كيكون عندنا موجود، كنبغيو نديروه حتى في الماء. الا كان الماء بغينا نشربو لقيناه سخون كنديرو واحد الطرف تيبردو، كنديروه في العصير كنديروه. دابا غادي نخليه فيه وغادي نخلطو مزيان. هيا صافي، دابا الفكوس وجد، دابو فيه دوك طريفات نتاع الثلج. غادي دابا نعمرو. ها هو الفكوس وجد. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يبقى نديرو بحال هذا الشيء هكا، تيبرد علينا العطش ومفيد. دابا هذا الوقت ديال الصهد هذا الشيء كله زوين وطبيعي، ما فيش شي حاجه كاع اللي نخافوا منها. ولا الزعتر زوين، الخل مزيان، السكر اللي بغى يدير القياس ديالو يديرو، اللي ما بغاش ياكلو حتى بلا سكر كيجي زوين. ها هو الفكوس ديالنا وجد. هو كيفاش كيجي على هذا القياس، كيجي فيه ما نيت، ماشي دوك جوج طريفات نتاع الثلج اللي زدت فيه. وإلا كنا درناه شويه بكري نديروه في شي علبه ونخليوه في الثلاجه يبقى يبرد. راه ديسير مخير واقتصادي وسهل في التحضير، وكناكلوا شي حاجه اللي هي مفيده. راه الفكوس فيه الالياف وتيبرد العطش، هذه بالتجربه زعما. الا درناه ديسير راه ناكلوا شي حاجه اللي هي كتبرد العطش. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديالو تكون عجبتكم، وإلى فيديو مقبل ان شاء الله